تنيس تقدر تغير رونالدو؟ تقول له تعالى؟ استحالة طبعا. أنا في تخيلي كنت متصور منتخب البرتغال بعد كأس العالم مفيش رونالدو، بس مين المدرب اللي هيقول له رونالدو اقعد؟ استحالة طبعا. هو صاحب القرار الأول والأخير في كاريره. أكمل لازم يبقى موجود، غير كده الاستمرارية صعب اللي انت توصل للليفل العالي، المستوى العالي تستمر فيه ل 15 سنة، ده كتير. هنا في بدايته، في بداية التصفيات مميزة المنتخب البرتغالي معاه. كريستيانو رونالدو متحدث عن إذا كان بإمكاني أن أختار فلن ألعب لأي ناد آخر بعد الآن. سأكرس نفسي فقط للمنتخب الوطني، لأن اللعب لبلدي يمنحني إحساسا لا يمكن لأي فريق آخر أن يمنحني إياه. لقد أعطيت كل ما لدي لكرة القدم، والآن أفكر أكثر في الاستمتاع بما تبقى لي في الملاعب. أشعر بالفخر لأنني ما زلت أستطيع المنافسة على أعلى مستوى، وأريد أن أستمر في مساعدة البرتغال على تحقيق المزيد من الإنجازات. المستقبل سنرى، لكن الأهم أنني أستمتع بكل لحظة. رونالدو تاريخه خلفه. ما رأيك في الفوز مع البرتغال؟ الفوز مع البرتغال دائما ما يكون مميزا. لدي الكثير من الألقاب مع الأندية، لكن لا شيء يعادل الفوز مع المنتخب. إنها دموع، إنها مهمة أنجزت وفرح خالص. حقق ألقاب ولديه تاريخ كبير، حافل بالألقاب مع جميع الأندية، أصبح الهدف كأس العالم مباشرة. والآن مع تصريح مدرب البرتغال، كريستيانو هو واحد من الأشخاص الذين يدققون في التفاصيل، تلك التفاصيل التي تعطي ميزة وتساعده على التعافي أسرع، وهذا قدوة عظيمة. بالإضافة إلى ذلك هناك حبه لتمثيل المنتخب الوطني. بالنسبة للكادر الفني لا شيء أفضل من أن ترى لاعبا يشعر بما يعنيه اللعب لمنتخب بلاده، وهو اللاعب الوحيد في العالم الذي تجاوز 200 مباراة دولية. عادي هو رونالدو، عادي.